حبايب قلبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده على طول في احسن حال. عذرا بقى عن صوتي. عندي برد هيموتني. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى واطعم كفته ممكن تجربوها في حياتكم. كفته اسمها كفته بالفريك. كفته بالفريك مش بالبرغل. ممكن تكون اول مره تسمعوا الاسم دوت، بس لو جربتوها بصراحه يعني مش هتبطلوا تعملوها خالص. بجد هتعجبكم جدا جدا. معايا كده بصلايه كبيره او بصلتين صغننين. معايا برضو 3 فصوص توم و... وايه كام عود خضرة كده اللي هي كزبرة. اسمه كزبرة باين كده. هي الخضرة اللي بتحط على الكفتة. هفرم بقى كل الكلام دوت. والكوباية الفريك انا نقعاها قبلها، يعني ايه بكام ساعة كده. لو عرفتي مثلا لو هتقومي تعمليها الصبح بتنقعها مثلا ايه من قبلها يعني بيوم. هي كل ما تتنقع معاكي بتبقى طرية اكتر، تعرفي تفرميها في الكبة يعني. بصراحة يا جماعة اختراع. بتكتر الكمية جدا. إيه، مش بيبقى طعم غريب خالص، بيبقى طعمها حلو جدا وأكنك بتاكلي كلها لحمة يعني. حلوة خالص والله. بتعمل يعني نص كيلو لحمة عامل معايا 20 صباع كفتة. اي نعم، او ما كانش فيها صوابع كبيرة، يعني ممكن يكون 3 4 كده، الأخار ما كانوش كبار. بس انا كنت عاملاهم صغيرين اصلا قصدي عشان عيالي يعرفوا يمسكوها كده ياكلوها. الحمد لله ما كلوش منها اصلا يعني. يعني عيالي دول ربنا يهديهم يا رب ويفتح نفسهم. المهم ايه، حتى لو الكمية كتير عليكي بتحطها في الفريزر وتطلعيها بقى ايه تعملي كده منها، بتبقى سهلة جدا. هي جميلة جدا والله يا جماعة، بإذن الله تعجبكم، بس جربوها بنفس طريقتي. هنا بقى احط الفريك متنقي ومغسول جدا، يعني مغسول ومتنقي كويس جدا. وتنقعي بقى. انا مش هستخدم كل الكمية دي، لقيتها كتير. يعني انا كنت عاملة كوباية نقع، كوباية اللي هي الصغيرة بتاعت الشاي دي. فهي كترت كده. فانت لو تعملي على نص كيلو لحمة فحطي نص كوباية شاي. انقعي نص الكوباية دي هتبقى كويسة جدا على نص كيلو. يعني انا تقريبا كده خدت قيمة نص كوباية. وهو لسه ما اتنقعش بتبقى كتير. ده كده بقى بعد ما فرمت الفريك كله مع البصلة كده والخضرة في قلب الخلاط، في قلب الكب. هنا بقى بهارات كفتة. بابريكا، حبة صغيرين بابريكا، حبة صغيرين قرفة، فلفل أسمر، ملح كده يعني. انا كنت ممكن بقى افرم ايه كل الحاجات ديت بدل ما افضل اعجن. الكفته بتعجن كويس جدا. يعني ايدينا نضيفه والله يا جماعه. المهم كنت ممكن تستغنى عن الخطوه ديت وتحطيها كلها في قلب الكبه، بس انا كانت الكبه يعني ايه هتشلني. لو كنت استمريت على كده كنت هتشل بصراحه، لانها صغيره وتاخد حبات حبات كده يعني. كده بقى بعد ما عملتها تتلف صوابع كفته عاديه. احطها برضك في التلاجة او في الفريزر تتشمع شوية قبل ما اصبحها. انا بقى حاطة على البقسماط حبة فلفل اسمر صغيرين وحبة بابريكا، وبرضك ايه رشة ملح بسيطة كده، مكتريش الملح. ودقيق بقى طبعا وبيض وكده يعني. نعمل بقى كده ايه. الصوابع بتاعتها كبيرة ما شاء الله وحلوة جدا، يعني الواحد ياكل صباع مشبع جدا والله. يعني كلت واحد بس. تعملها في الدقيق وبعدين في البيض وبعدين في البقسماط وهكذا. اهم حاجه اللي بس حطوا له لايكات كده واشتراكات. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ محمد ابني بقى واقف لي كده. نفسي يا جماعه اسيب لكم الفيديو من غير ما اسجل على صوت، يا خرابي بصوت سويت. انا ما بدكوش طاقه سلبيه. بس انا بقول لكم بصراحه عيالي يعني بيجنوا اللي ما تجنش والله. كان محمد ابني واقف لي كده اقول له يا حبيبي تاخر انت جاي في التصوير، هو واقف بيتفرج. يا عم بعد عني يا هم. يا ابني حوش ايدك يا ابني. ارحموني.
ادعوا لي يا جماعة والنبي ربنا يهديهم يا رب ويبارك لي فيهم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ان شاء الله. محمد ده واقف عمال يلوك ليه يلوك ياسن، هو كمان جه وقف قدام من اليمة التانية. ما تعتقوني يا ولاد سيبوني في حالي. إيه كنت عايزة اقول ايه؟ نسيت كنت عايزة اقول ايه. كومنتاتكم الحلوة بقى واللي هيجرب الكفتة يقول لي جربها كده والطريقة كانت عاملة ازاي. طبقوها كده بس بنفس الطريقة بتاعتي وبإذن الله تعجبكم وعرفوني عجبتكم ولا لأ. نص كيلو بسم الله ما شاء الله، يعني عامل كمية حلوة. انا بقول لماما انا هعمل كفتة بالفريك. انا بصراحة انا لما جيت مسكت الفريك كده بقوله هو قال لي بيتنقى فيه يا جماعة، المفروض بيتنقى. قمت واخداه كده شبه الشطرة وراح مديها لماما قلت لها اعملي انت نقهولي انت. شايفين؟ دي الكمية اللي اتعملت كلها. كنت اقول ايه ماما اللي نقت لي الفريك بقى وكده، فبتقول لي كفتة بالفريك ايه كفتة بالفريك دي. فلما دقتها عجبتها. أنا مش اول مرة اعملها، يعني أنا عملتها قبل كده كام مرة. اقليها بقى بالزيت. بالراحة كده وانت بتحطي الكفتة. الزيت يا حبايب قلبي يكون بيغلي ويكون كده يعني، ما يبقاش اللي هو بارد عشان ما متقطمش منه. هنا كده بقى ايه بعد ما الكفتة خلصت حنان بلاش فضايح وعين سابها الكفتة اللي اتقطعت. حد فرشت بقى خضرة، معلش يا حبيبة قلبي يا غالية تتشال على الراس، والله الخضرة تتشال على الراس الأيام دي. شايفين الصباع من جوه حلوة جدا. أنا عارفين لو الخضرة دي ما كانتش هتتبل كانت هتبوظ، والله كنت عملتها في لوحة فنية كده وانت. ما ينفعش تتحط كده أبدا أبدا. أهم حاجة بقى ما تنسونيش في اللايكات لايكات لايكات لايكات. أسيبكم في رعاية الله وحفظه.